كل سنة وانتوا طيبين وبخير وبصحة وسعادة. ليه طبعا اشتري كيلو ب40 جنيه لما ممكن اعمله من 3 كوبايات فقط واعمل كمية حلوة كمان وهتكفي معايا اجمل صينية. طبعا احنا مش عارفين هنعمل ايه دلوقتي، يلا نسمي الله الاول ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وندخل الفيديو ونشوف هنعمل ايه واحدة واحدة. معانا طبعا 3 كوبايات من الدقيق، نفس الكوبايه اللي بعاير بيها هي اللي بعاير بيها الميه. هنعمل طبعا الرقاق، احنا بنشتريه كيلو ب40 جنيه، ليه يعني غالي جدا طبعا. هنعمله في البيت بكل سهولة ومش هياخد مننا اي وقت خالص ولا مجهود. حطيت هنا 3 كوبايات من الدقيق وحطيت كمان رشة من الملح وكمان رشة من السكر. هنا طبعا معايا مية دافية، تكون دافية لا سخنة قوي ولا تكون باردة قوي. وهبدأ ان انا اسمي الله كده وانزل واحدة واحدة كده بايديا وهشوف العجينة لو محتاجة تاني. هنا ال3 كوبايات من الدقيق خدوا مني كوباية من المية. طبعا قعدت اقلب فيها كويس قوي، طبعا لا حطينا زيت ولا حطينا اي حاجة خالص، هي دقيق وشوية مية وذرة ملح وذرة سكر وهتعملي احلى رقاق معاكي، هيكون ما شاء الله حلو جدا. العجينة معايا لا بتلزق ولا ناشفة قوي زي ما انتم هتشوفوها دلوقتي. طبعا عجنتهم كويس قوي وبدأت ان انا المهم. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني زي ما احنا متفقين يا بنات على طول، اي دقيق نوع بيختلف عن النوع التاني، يعني ممكن دقيق ياخد منك كوباية ونص، ممكن دقيق ياخد منك كوباية واحدة، وهكذا حسب نوع الدقيق. زي ما انتم ما شايفين كده بعد ما عجنتها وما ريحتهاش ولا اي حاجة خالص، بدأت ارش شوية من الدقيق على الكوانتر او الرخامة اللي هتعملي عليها، وبدأت ان انا اقطعه صغير كده وهقطعه بقى كله كده بنفس الكمية. لو حابة ان انت توزنيه مفيش اي مشكلة، بس انت كده بتحاولي ان انت تخليهم كلهم يكونوا قد بعض زي ما انتم ما شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك، كانت عجينة حلوة قوي وجميلة. هقول لكم اصعب حاجة فيها ايه الرقاق ده، ان هو بياخد دقيق، بياخد معاكي دقيق كتير شوية حلوين يعني، لانك لازم تفرديه كويس قوي على دقيق زي ما انتم ما شايفين كده. هخلص كل الكمية وهنرجع نعمله مع بعض. طبعا هنا انا سويت شوية علشان ما اطولش عليكم. زي ما انتم ما شايفين حلو قوي يا جماعة. طبعا ده لسه هياخد شوية كده في الهواء، ما تحطوهوش وانت مطلعاه على بعضه علشان ما يصوفش منك بعد كده، وكمان يكون كله ينشف. يعني مفيش دقيقتين 3 وهتلاقيه نشف بعد ما يطلع من البوتاجاز. ومش هتخليه كتير، يعني انت مش هتخليه كتير في التسوية خالص لان هو مش بياخد اي تسوية. انا عملته من فوق البوتاجاز عادي، لو انت عندك الفرن اللي هو البلدي ده تقدر ان انت تحطيه فيه هيكون اسرع كمان. زي ما انتم ما شايفين كده ببدأ ان انا اجيب كمية كويسة من الدقيق زي ما قلتلكوا، وهتبدأي ان انت تفردي. طبعا انا مش بحب، يعني انا مش هعرف اعمل الرقاق كله يكون في الاخر كده يكون متساوي، زي ما انتم ما شايفين اللي انا مسوياهم مش متساويين خالص في الاخر، بس عادي مفيش اي مشكلة. انا هوريكم فيديو تاني وانا بسوي الرقاق وبعمله في الصينية. لما بيتشرب معايا الشوربة ويكون سخن هو بيساوي نفسه بنفسه في الصينية وبيكون حلو جدا، لانه طبعا بيطرى معايا في الصينية لما بحطله الشوربة. وهتلاقوه استوى يعني كله كده بقى في سمك واحد، وتيجي تخرطيه كده يكون كله زي بعضه، مش هيكون حتة طالعة وحتة نازلة، لا هيكون متساوي. فما تقلقوش من الحتة دي ان هو يعني هنا وانا لسه عاملاه مش متساوي. زي ما انتم ما شايفين كده انا بجيب كمية دقيق كويسة وبفرد بالنشابة كويس قوي. طبعا في نشابة رفيعة كده متخصصة للرقاق بس هي مش موجودة عندي، ولكن عندي النشابة قضت الغرض وكانت كويسة. وزي ما انتم ما شايفين العجينة تحفة جدا. العجينة انا لا ريحتها ولا اي حاجة، عملت على طول واشتغلت على طول. عندي بقى صينية ودي المهم جدا، الصينية بتاعتك لو تيفال هتفرق جدا في التسوية، لكن انا عندي واحدة ألمونيوم عشان حبيت اعمل في الكبيرة دي علشان تكون تاخد معايا الرقاقة كلها، فاهمين؟ ولكن لسعت مني كده كام واحدة، خليتهم لسعوا مني كده من حتة واحدة يعني. فانت لازم تعملي ايه، تغسلي الصينية او تبدلي في صينيتين. وطلع اللهم بارك زي ما انتم ما شايفين حلو جدا.